لا تقع في الحب لأن كل شيء يقع يتكسر. لازم نكون عارفين إن المشاعر كده بشكل عام تآلف الأرواح، يعني حاجة كده بتكون من عند ربنا سبحانه وتعالى، بإنك تلاقي مثلا الشخص اللي يفهمك وتفهم. إنما الحب هنا بقى مش هنضغط على الزر نلاقي الحب أو نوجد الحب، وهكذا يعني. هبسطها أكتر زي سؤال: الحب أشبه بكده الإزازة اللي بتكون مليانة مية، واللي لو سبناها من ايدينا هتتكسر، ولو فضلنا بقى ماسكينها طول الوقت هنتضايق او هنتعب، مش كده؟ بس مين قال لكم ان لازم نرمي الازازة علشان تتكسر من الاساس؟ انما لما نيجي نعطش نفتح الغطا ونشرب شوية ونكملها ونغطيها وبعد كده نحطها مكانها. ده ابسط تعبير كده عن الحب. سمعنا كتير عن ناس بتقول ان اللي بيحب بيتعب. عايز اقول لكم بقى ان ده من الاساس ما كانش حب، نقدر نقول عليه كده وهم حب. بنتوهم الحب وبندعي الحب، لان معنى الحب الحقيقي اسمى وارقى من كده بكتير. يعني ممكن نقابله في حياتنا وممكن نقضي عمرنا كله وما نقابلوش. لازم نكون عارفين ان الحب الحقيقي حاجة ما تخوفش، بس لما يكون حب حقيقي وصادق فعلا. يعني لو مقدر لكم بقى انك تقابلوا الحب الحقيقي وتعيشوه هتقابلوه. والمهم من كل ده بقى ان احنا ناخد اللي شبهنا اللي يكملنا ونكمله، وكل حاجة بعد كده كويسة هتيجي مع الوقت.